الغزالات ديالي ها هي الحليوه ديال الساقيه اللي كيف ما وعدتكم بمكونات جد بسيطه ان شاء الله غنديرها معكم بالكاوكاو. صراحه زوينه بزاف وبدون فرن وكتجي بنينه بنينه وسهله. اول حاجه كنحتاج للزنجلان، واحد الكميه ديال الزنجلان اللي محمر، والتمر هنايا شديته غسلته مزيان ومسحته وطحنته، وهنا الكاوكاو اللي حمرته في الفران وهرمشته. ممكن تضيفوا اللوز ولا اي حاجه، الكركاع. هنايا عندنا الشوكولاط. اول حاجه كناخذ داك التمر اللي قلت لكم غسلت مزيان وطحنته مزيان، وزدت عليه الكاوكاو والماء وهاد الزهره ديال البرتقال وواحد المعلقه صغيره ديال القرفه. هادو هما المكونات اللي كيف ما قلت لكم جد بسيطين. هنا ممكن البنات تزيدوا الكركاع، تزيدوا اي حاجه موجوده عندكم في البيت. ممكن نديروا ايدينا في الماء في المزهر وكنبداو نحربلو بهذه الطريقه هكا، ومن بعد كنديروا الزنجلان صافي وكندوزو عليه. ومن بعد كناخذ واحد هكا واحد العود ولا اي حاجه عندكم وكنبداو نصنعوا هكا ديك الساقيه، داكشي سميناها الساقيه. صافي هنا كندوبوا الشوكولاط الاسود، ممكن تديروا الابيض. انا درنا الاسود ومن بعد عاد درنا الابيض. صافي كنعمروا، كنحاولوا نغرقوها مزيان باش تجينا هكا باينه داك الشوكولاط. صافي كندير الاسود وكندير هكا خطيطات وكندير هاد الشريطه هكا كتجينا على طريقه ملفي. ومن بعد البنات كنخليوها ترتاح. انا كننصحكم ما ديروهاش في الثلاجه، حاولوا تخليوها غير هكا يعني كتبرد يعني غير في الحراره ديال الغرفه. صافي من بعد كنبدا نقطعها بهذه الطريقه، يعني قطعوها بداكشي اللي بغيتو. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتبارطاجيو. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.